عدنا والعود أحمد، جمعة مباركة وللتذكير فقط، أقلها 10 آيات من سورة البقرة وأولها كل يوم، والموعظتين وسورة الإخلاص وما تيسر من القرآن الكريم. تقبل الله صلاتكم، ولا تنسوا سورة الكهف ولو ب10 آيات. أسئلة كثيرة تفرض نفسها، وأوقات الإنسان لما يتحاور يسترجع هممه ويشكر الله على نعمة الإسلام، وخاصة فئات الذين يتكلمون اللغة العربية. الغرب يعلمون جيدا أن المسلم له امتيازات كثيرة، امتيازات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، فلسفية، على مستوى البحار، على مستوى الفلاحة والزراعة والعلم والعلوم والطب والصيدلة وكل العلوم ما شاء الله. والدليل على هذا أن السيد اسمه لاغوستاف لوبون يقول أن حضارة العرب المسلمون قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية. فلقد كان العرب لما كانت هنالك الحروب هم تعلموا وعرفوا وأدركوا وجربوا المسلم لا يسرق، لا يخون، لا يكذب، لا ينافق، حتى ولا يحاول أن يجامل في الحديث أو في أي شيء، فهو صارم محازم وذو همة ونشيط ويكدح ويعمل، حيث قال أن العرب هم في الأصل هم أساتذتنا. وقال التاريخ لا يعرف أمة أنجبت ما أنجبوه. هنا الحقد والبغض والكراهية في قلوبهم نحو المسلم، يكون مسلم عربي أو مسلم بشكل عام، ولكن هنا بالتحديد بالنسبة لأن اللغة العربية ثرية ومن يتقنها في الأغلب يكون عربي. ففي الحروب الصليبية علموا جيدا أن المسلم له سلوكا وقيما، وفي تلك الحروبات كانت له الغلبة والسيطرة على العالم. فالحمد لله، فضروري أن الإنسان يسترجع ثقته بنفسه ويعتمد على الله عز وجل. كما دائما نقول أن أول كلمة وجهت لمحمد في غار حراء عليه أفضل الصلاة والسلام: اقرأ. وأختم كلامي في هذا المساق عند الحساب. يقول الله عز وجل لعبده: اقرأ كتابك. إذن هم من تعرفهم على كل المجالات العلمية للمسلمين سرقوها منا. فقعدوا في باريس يدرسون العلوم باللغة العربية 400 سنة. هذا ليس بالهين. سرقوا منا علوم الفلك، الرياضيات،
والطبيعة، هذايا كلها مكتوبة مدونة في كتب العرب، لأن العرب كانوا سادة البحر المتوسط في القرن السابع وما بعده، فهم متأكدون أن الرفعة والعلوم والأخلاق والأمانة والصدق في القول وعلو النفس والطمأنينة والسعادة الأصلية في منبع الإحساس، ليس في المال والجاه، تكون مكتمنة عند المسلم، أن له قوانين طبيعية إسلامية، وهذا يرفع من قدر العلماء. ونحن كعرب نحن نواة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وجمعة مباركة، وكل صلواتكم إن شاء الله مقبولة. والقرب إلى الله هو السلاح الوحيد لكي نتجاوز كل الصعوبات، ومكافأة المسلم التقي الجنة أو الفردوس الأعلى. فلا تستنقصوا أنفسكم، لولا العرب، لولا المسلمون لكانت لهم دول، فهم من القطيع، وما يسمون أنفسهم الملوك. والملوك كيف فعلوا لأنفسهم تاريخ إلا بالسطو والسرقات وتزوير الحقائق؟ الحمد لله على ما نحن فيه. اللهم زدنا رفعة وعفة. استودعتكم الله التي لا تضيع ودائعه. أحبكم في الله.